السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مصطفى في حلقة جديدة من حلقات كأس العالم. هتكلم معاكم النهاردة عن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية اللي بتضم سويسرا، كندا، البوسنة والهرسك ومنتخب قطر الشقيق. الناس زعلت مننا الحلقة اللي فاتت وفي ناس شتمت طبعا لما قلنا إن منتخب قطر من أوحش المنتخبات العربية الموجودة والمشاركة في البطولة، وإن مش ده الأداء المنتظر خالص من منتخب زي قطر، وإن اللعيبة المجنسة مش هتلعب لك بروح. ايه رايكم في النتيجه؟ مبسوطين دلوقتي؟ منتخب بطل اسيا مرتين مش قادر يمارس الحد الادنى من اساسيات كره القدم قدام مين؟ قدام فرقه متوسطه. المنتخب وقع في مجموعه في المتناول مش قادر تكسب فيها ماتش واحد على الاقل. الرهبه دي لازم تروح، لازم تنتهي. انت حتى ما لعبتش قدام منتخبات صف اول عشان يبقى ده مستواك. امال بقى لو كنت وقعت في مجموعه فيها فرنسا ولا اسبانيا ولا المانيا كنت هتعمل ايه؟ انا قلت بس اقول الكلمتين دول قبل الحلقه ما تبتدي عشان الناس زعلت مننا الحلقه اللي فاتت عن اللي احنا قلناه، بس هي دي الحقيقه، هو ده الواقع اللي احنا عايشينه مع منتخب قطر. خش بينا يلا يا ابني بالانترو. مشكله قطر وكل المنتخبات العربيه اللي ما ادتش في البطوله دي هي القرار. للاسف لعبتنا جبانه جدا. يعني الانفراد اللي جه لاكرم عفيف في بدايه الماتش، انا متاكد ان الانفراد ده لو كان جه لمنتخب البوسنه كان زمانها جون. انت مستني ايه يا معلم؟ انت بتلعب في كاس عالم، انت الفرصه دي مش هتجيلك مره واثنين وثلاثه في الماتش. امال بقى الاداء العالي اللي بتوريه لنا بقى في كاس الخليج وبطوله اسيا بيبقى جاي منين؟ المهم ان اللي سجل الجون الاول لمنتخب البوسنه اسمه كريم حاجه ايه دي بقى؟ خش شوفوها انتوا، لان انا استحاله اعرف اقرا الاسم. وهو جون حلو قوي، وهو ده اللي انا قلت لكم عليه، القرار ده اللي مش موجود عند منتخباتنا العربيه، مش عند منتخب قطر بس عشان الناس ما تزعلش. انا متاكد ان الكره دي لو جت لاي حد من لعيبه قطر عمره ما كان هيعرف يشوطها كده. وانا مش طالب انك تشوطها كده، مش طالب انك تجيبها في الجون، انا طالب ان انت تشوط، ان انت تحاول. انت حتى ما بتحاولش. المهم اللعيب خد القرار، لم الاول لم الثاني وشاطها من مكان استحاله ان هو يتوقع او اي حد يتوقع انها تيجي في الجون. جون عالمي قوي بصراحه، وبالنسبه لي من احسن اهداف البطوله. نيجي بقى للمشكله الاكبر، رده الفعل. انت فين يا معلم رده فعلك؟ انت فين رده فعلك وانت الماتش اللي فات قدام كندا اتهزقت وخسرت 6-0؟ هتصالح جماهيرك امتى؟ اقول لك على حاجه، محدش مطالبك ان انت تكسب، بس اعمل اداء، هاجم. انت مش خسران حاجه، انت لو هاجمت وخسرت انت برضه مش خسران حاجه، لان انت فرصك ضئيله جدا في الصعود. وانا هنا برده الفعل انا مش مطالب بقى بمدرب عمل ايه ولا مدرب يتكلم في ايه. اللعيب نفسه المفروض يبقى ينازل عنده دم يصالح جماهيره. انا نازل عايز اثبت حاجه للجماهير، اقول للجماهير ان احنا على الاقل عملنا اداء ولو لماتش واحد. وكمان انت ما خسرتش 6 قدام منتخب مصنف مثلا، لا ده قدام منتخب كندا اللي هي اتفضحت النهارده في ماتش سويسرا وهنجي لها كمان شويه. اقول لك على حاجه، سيبك من رده فعلك بعد الماتش اللي فات، فين رده فعلك في نفس الماتش بعد ما خدت الجون الاول؟ هو انت خسران حاجه؟ انا مشكلتي انها كانت جايه لك على عدلتك. هتسالني ازاي يعني على عدلتك؟ انا هفهمك. منتخب البوسنه زي ما شفناه الماتشين اللي فاتوا هو منتخب قوي جدا لما بيكون هو ردة الفعل، ما بيكونش هو الفعل. هو نزل النهارده بيحاول انه يكون هو الفعل في المباراه وبيبادر وبيهاجم، ودي نقطه ضعف عنده لان هو ما اتعودش ان هو يلعب على كده، ما اتعودش يلعب على كده من ايام الملحق لما لعب قدام ويلز ولعب قدام ايطاليا. دايما كان بيبقى ورا الكوره، عمره ما كان مطالب ان هو اللي يمسك الكوره ويروح يهاجم. فالنهارده كانت فرصتك، هو مسك كوره وحاول يهاجم. انت عارف ان هو عنده مشاكل، فين تحولاتك؟ وانت شفت بنفسك ده بعد ما سجلوا الجون الثاني. والجون الثاني ده بالنسبه لي بصراحه مضحك جدا ومسخره. سلطان البريك، هو انت فين؟ هو انت واقف فين اصلا؟ انت مش حاسس بمكانك؟ انت مش حاسس بنفسك؟ وده كان اكبر دليل بالنسبه لي ان للاسف لعيبه قطر نازله الماتش مش عايزه حاجه منه، مش عايزه تصعد حتى، مش عايزه تراضي جماهيرها. نرجع تاني بقى لموضوعنا، ان انت بعد الجون الثاني للبوسنه اتحسنت وظبطت خطوطك وابتديت تهاجم وسجلت جون حلو قوي عن طريق الهيدوس. طيب كنت فين من الاول؟ ليه احنا كعرب، والله بتكلم على كل المنتخبات العربيه من غير استثناء اي حد، ليه لازم نستنى المصيبه تجيلنا؟ ليه نستنى المصيبه تحل علينا عشان نبتدي نتحرك ونبتدي نحسن من مستوانا؟ اللي يحزن بجد ان اكتر المنتخبات استقبالا للاهداف في المونديال لحد دلوقتي متصدرينهم هم منتخبين عربيين، تونس وقطر. طيب ليه؟ والله في منتخبات في البطوله كلها اقل مننا كجوده وكعناصر وكامكانيات، احنا اللي منتخبات جبانه. المهم دخلنا الشوط الثاني، منتخب قطر فضل بنفس المستوى الجيد اللي نهى بيه الشوط الاولاني. ودي المشكله فعلا. يعني انت يا روبوتيجي جيت اكتشفت المشكله بعد ما لبست الجونين؟ طيب كنت فين من بدري؟ وبعد كده عمل التغييرات اللي كلنا شفناها اللي حسنت من مستوى قطر اكتر واكتر. ودي حاجه تحزن بصراحه، لان انت عندك
انت اللي استهونت في بدايه الماتش، مش عارف اقول استهونت ولا كنت بايع القضيه ولا كنت ايه بالظبط. بس هنا كانت المشكله الاكبر بقى، ان انت خليت الماتش على عدله البوسنه. هتقول لي ازاي؟ هقول لك تعالى احكي لك تاني. مش انا قلت ان الشوط الاول ان البوسنه كانت هي اللي بتبادر وهي دي نقطه ضعفها، لانها ما اتعودتش انها تمسك كوره وانها اللي يبقى المطلوب منها انها هي اللي تسجل. انت بقى هنا ما استغلتش في الشوط الاول نقطه ضعفها، فهي لما سجلت وابتدت الشوط الثاني لعبت لعبها بقى اللي احنا متعودين عليه، لعبها انها بقت ترجع ورا، بتدافع ورا الكوره وهنلعب على التحولات. وللاسف عرفت تنجح في الخطه بتاعتها، لانها قدرت انها تنهي الماتش وتسجل الجون الثالث عن طريق ارمين مهمتش. وده جون احمله بصراحه لحارس منتخب قطر محمود ابراهيم. سهل قوي يا محمود بصراحه. وعشان ما نهدرش حق البوسنه، انا المنتخب ده اتكلمت عليه لو فاكرين او اللي متابعنا يعني الماتش الاول بتاعها في كاس العالم، وقلت ركزوا معاها ده منتخب قوي جدا 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 ومحترم جدا جدا جدا. يا جدعان المنتخب ده خلينا نفتكر، المنتخب ده طلع ويلز وايطاليا من الملحق، فده منتخب محدش يستهين بيه. وبرضه افتكروا كلامي اللي بعدين، المنتخب ده الادوار الجايه هيأدي احسن من كده وممكن كمان يعدي ويوصل لل 16، لان هو منتخب عنده ميزه للاسف مش موجوده عندنا كلنا كمنتخبات العربيه، وهي ايه؟ ان هو بيعرف يستغل امكانياته البسيطه جدا ويطلع منها احسن اداء. هو ما بيحاولش ان هو بقى ايه، ان هو يحاول يجاري المنتخبات القويه اللي اقوى منه وان هو يلعب كورتها، لا، هو عنده امكانيات بسيطه وقوي فيها بيستغلها بس. عموما هارد لك لمنتخب قطر وجماهيره، ولو حد زعلان مننا احنا اسفين، بس احنا هنا الحق يتقال وده مش هنغيره، ان احنا بنقول الحقيقه، احنا ما بنجاملش ما بندلسش، احنا بنقول اللي احنا شايفينه، واللي يزعل يزعل. وهقولها زي ما قلت عن منتخب السعوديه من كام حلقه، ان انت كقطر تقدر تبني جيل قوي، انت عندك ما شاء الله الموارد والفلوس تقدر، بس استغلها صح، استغلها في ان انت تشتغل على الشباب وتشتغل على الناشئين. وانت والله قادر زيك زي السعوديه ان انت في يوم من الايام في كاس العالم اللي جاي ولا اللي بعده ان انت تقدر تنافس وتطلع باحسن مستوى ممكن وتنافس كمان الكبار، مش تظهر ظهور مشرف وخلاص. يلا بينا بقى على الماتش التاني. اول حاجه لازم يعملها جيسي مارش مدرب كندا ان هو يقدم استقالته بعد المونديال مباشره ويروح يدرب فريق من بدايه الموسم الجديد. اصل في حاجه كده تقريبا كلنا مجتمعين عليها، وهي ان تدريب المنتخبات هي من اسوأ المهن، هي بتلم حرفيا اقل المدربين اللي في العالم. لكن انا من وجهه نظري هو مدرب ممتاز جدا، بس القماشه اللي معاه ما بتساعدهوش، معاه منتخب حرفيا كتع كسه الكسح. قبل ما ابدا في الماتش عايز بس اقول حاجه على التحكيم، لان مش هنرجع لها تاني. حكم منتخب كندا وسويسرا ناقص له بس ان هو يلبس تيشيرت كندا، مش هقول اكتر من كده. في معلومه كده سريعه عايز اقولها، حارس كوبل حارس منتخب سويسرا لمس الكره الشوط الاولاني 36 مره، وده كان اكبر من اي عدد لمسه اي لعيب من منتخب كندا. عرفتوا ليه منتخب بقول عليه كتع كسح كسه؟ في خلال الشوط الاول سويسرا استعرضت بالطول والعرض وتفوقت على كندا في كل مراحل اللعب. شايفك يا اللي هتقول لي ليه شكرت طيب في الاول في جيسي مارش، هقول لك الراجل افكاره واضحه وعاليه جدا، بس للاسف لعيبته مش قادره انها تنفذها لان امكانياتها ضعيفه جدا. المهم ان الشوط الاول كان مليء بالفرص المهدره اللي تحس انها ملهاش صاحب. حتى منتخب كندا نفسه ضيع فرصه في الشوط الاولاني بروحين ما تعرفش ضاعت ازاي. لحد ما دخلنا الشوط الثاني منتخب سويسرا خطف منتخب كندا في بدايه الشوط بجون من عرضيه ارضيه حلوه قوي 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 قوي، ودفاع كندا لا حول ولا قوه الا بالله. والجون كان عن طريق روبن فارغاس. واكبر دليل على كلامي الجون الثاني لسويسرا، امبولو استلم الكره على حدود ال 18 ومدافعين كندا مش عارفين هو ناوي يعمل ايه، لحد ما عمل ثرو حلو قوي 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 لمنزامبي وراح شايطها وحش قوي على الجون. لكن بكماله الهبل حارس كندا ما يفرقش حاجه خالص عن خط الدفاع بتاعه، الاثنين لا حول ولا قوه الا بالله. بعد كده كندا خلصت الفارق عن طريق عرضيه ارضيه غريبه جدا، معرفش اصلا ازاي عدت وازاي وصلت. عموما من وجهه نظري الماتش ده كان احلى واحسن بكتير للاسف من الماتش التاني. وهنا خلاص المجموعه اكتملت ماتشاتها وعرفنا مين تاهل، وهم سويسرا وكندا والبوسنه والهرسك. وزي ما بنقول في كل حلقه في الاول وفي الاخر يا جماعه دي كوره، مش عايزين نشتم ونسب في بعض عشانها، هي حته كوره جلد بيجري وراها شويه ناس لابسين تيشيرت وشورت مش حاسين بينا اصلا، مش عارفين بوجودنا. لو عايز تهتم بحاجه فعلا في حاجه اهم المفروض تهتم بيها، القضيه قضيه اخواتنا. وبس يا سيدي، لو وصلت لحد هنا ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، ولو عجبتك الحلقه اكتب لنا كومنت وقول لنا رايك فيها. اشوفكم بخير، سلام.